مشاهدي نايل سينما، مساء الخير على حضراتكم. يوميا معادنا بيتجدد من الساعة 10 للساعة 12 على نايل سينما من قلب دار الأوبرا المصرية، من قلب مقر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 35، واللي اختار أن يبقى، واللي اختار أن يكون، واللي اختار أن هو يكون في قلب الحدث. بنكون مع حضراتكم دايما، بنقدم لكم اهم اللي دار على مدار اليوم، بنقدم لكم اهم الندوات، الضيوف والافلام طبعا اللي عرضت، وكمان بيكون معانا مجموعه متميزه جدا من ضيوف المهرجان اللي بيكلمونا عن مشاركاتهم المختلفه وعن تجربتهم في مصر الحرية. هنبتدي الأول وكالعادة بنشرة الأخبار، وبنبدأها دايما بأهم ما نشر في مجلة بانوراما، المجلة اللي بتصدرها إدارة المهرجان كل يوم عن فعاليات اليوم. وهنبدأ الكفر ستوري او موضوع الغلاف، واللي هو مع مالك العقاد، وطبعا هو نجل المخرج الكبير والمخرج الرائع الراحل، صاحب واحد من اهم الافلام في السينما العالميه واكيد الافلام العربيه، فيلم الرساله، واللي عرض في مهرجان القاهره السينمائي الدولي هذا العام بتريبيوت او باهداء خاص جدا لسينما الحرية وسينما التواصل وعدم التعصب. كان في ندوة مع مصطفى العقاد، قال فيها من خلال الندوة، وقال كمان من خلال الندوة ديت ومن خلال طبعا المجلة: خطوات والدي عملاقة وأنا أقدامي صغيرة. بيقول مالك العقاد إنه سعد بتكليفه ان هو يكون في المهرجان، وان هو يعد دراسه خاصه عن سينما التسامح والتعصب بالتركيز على الافلام اللي انا جاي عشان اتفرج عليها. قال ايضا ان هو لم يحظى في اثناء تصوير الرساله بالمعاونه المطلوبه من الجهات والجهات المعنيه رغم اهميه رساله التسامح، ولكن بيقول عن ذكريات مصطفى العقاد مع تصويره الفيلم الرساله ان الازهر الشريف وافق في البدايه على سيناريو الفيلم، واعتبر ان المحظور تجسيدهم في الافلام السينمائيه هم فقط العشر المبشرون بالجنه وليس من بينهم حمزه ابن عبد المطلب، الا ان الازهر تراجع عن هذا الموقف فيما بعد ومنع الفيلم لتجسيده شخصيه عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من أهل الجنة. رد كتير جدا على أسئلة مهمة جدا مالك العقاد، وكانت من أهمها أنه بيتكلم عن نشأته وعن والده، وعن إزاي والده أثر فيه وفي تربيته، خصوصا وان هو كمان مهتم بالسينما لان هو حاليا هو منتج سينمائي مهم جدا. مالك لا يتحدث من العربيه سوى بعض الكلمات المكسره. بعد يعد اذن هو، وده على حد تعبير المجله، النسخه العصريه من مصطفى العقاد الاب، وده الانطباع اللي يمكن ان يكون بيجي لاي حد بيتحاور معاه. في السطور: ولد مالك العقاد في 1969 وتخرج في كلية السينما جامعة جنوب كاليفورنيا، وله خبرة تصل إلى 20 عاما في مجال صناعة الترفيه، وقد تطورت شركة والده الراحلة تراند انترناشونال فيلم تحت قيادته لتشمل أنشطة متنوعة من الإنتاج والتوزيع والإدارة والنشر والموسيقى والتسويق. أنتج آخر 5 أفلام من سلسلة هالوين الناجحة جدا طبعا، واللي بتوزيعها دايمنشن فيلمز، وايضا بيعمل حاليا على انتاج الجزء الجديد من السلسله، وايضا بتشمل من افلامه Walking After Midnight, Made in Brooklyn وهالوين 25 Years of Terror. دي كانت كده نبذه عن الارتكل، اول مقاله اللي اتكتبت على ندوه مالك العقاد. هنروح على الانترفيو، المقابله الصحفيه في مجله بانوراما كانت مع النجم اياد نصار، واللي طبعا بيعرض له الفيلم المصري مصور قتيل، واللي بينافس ضمن فعاليات المسابقه الدوليه للافلام الروائيه طويلة. بيقول ان هو بيسعى الى جذب 80 مليون مصري من خلال مصور قتيل. اسئله كتيره جدا: ايه اللي جذبك للدور؟ كيف جاء ترشيحك للفيلم؟ هل تتوقع حصول الفيلم على جوائز في المهرجان؟ بيقول اتوقع ان يكون من الافلام المهمه التي تلفت الانتباه اليها بشده خلال المهرجان، وانها ستلاقي اعجاب الجمهور المتابع الافلام. برضو اتسال النجم اياد نصار: هل تتوقع نجاح جماهيري للفيلم، خصوصا ان الفيلم من نوعيه السايكو ثريلر او الافلام ذات الطابع النفسي البوليسي؟ وهو بيقول ان الايرادات في السينما غير مستقره نتيجه الظروف التي تمر بها مصر، ولكنني افكر وارى ان السينما يشاهدها حاليا اقل من 5 ملايين مشاهد، معظمهم من الشباب، والتحدي الحقيقي هو ان يكون هناك 80 مليون لا يشاهدون السينما، ويجب ان نعمل على استقطابهم الى دور العرض. وفي الاخر بيتكلم على دوره المهرجان، وبيقول ان ما يحدث في ميدان التحرير هو شريان الحياه لمصر، وبيقول ايضا ان مصر تشهد حالة تلاحم جماهيري لم تحدث منذ الثورة، وقيام المهرجان في هذه الدورة في ظل هذه الظروف هو نوع من الثورة
ايضا دي برضو نبذه عن انترفيو النجم اياد نصار. في ايضا كان في ندوه عن الفيلم التركي الحب في حديقه الاسرار، واللي بيحكي عن قصة فتاة في جبل استرانكا في تركيا نشأت قصة حب بينها وبين مطارد سياسيا، وبتنكشف على مدى الرحلة ديت رحلة حب وعلاج العديد من الجوانب السياسية والاجتماعية التي دارت في تركيا خلال فترة نهاية السبعينيات، هو ما تناوله الفيلم التركي الحب في حديقة الأسرار. كان في ندوة بدأتها الصحفية الأستاذة ناهد صلاح بكلمة ربطت بين أحداث الفيلم الذي ألقى الأحداث أو الضوء على الأحداث الثورة التركية، وقارنتها او تم مقارنتها بالثوره المصريه. وبتقول ايضا ان الفيلم فيه حاجات كتيره جدا متشابهه مع الواقع والبيئه والطبيعه المصريه في نفس الوقت. ايضا كان في المخرجه زينب أوستنباك اللي عربت عن سعادتها بوجودها في القاهره، واللي قالت ان مصر لا تختلف كثيرا عن اسطنبول، وقالت لقد صنعنا هذا العمل بتكلفه زهيده جدا لا تتعدى 10,000 دولار، وقد قدمت من خلاله نماذج مختلفه من العناصر النسائيه، خاصه البطله جنات المهتمة بالطبيعة المعادية لمشاهدة الدماء والعنف حتى تمسك السلاح فيتغير سلوكها. كان في مجموعة كتيرة من الأسئلة والأجوبة. كان في الممثل مارت جود شكرا، وكان في أيضا المنتج بورام كوم أن، وكان في كمان مجموعة كبيرة جدا أيضا من الصحفيين، واللي دار بينهم الحوار على الفيلم. وتفاصيل الندوة موجودة أيضا في مجلة بانوراما. وأخيرا كان في خبر عن فيلم خوجة الأذربيجاني، واللي عمل ضجيج كبير جدا، او يعني زي ما بيقولوا دوشه كبيره جدا في فعاليات المهرجان، لان هو بيتكلم عن مجزره خوجالي واللي كانت في اذربيجان، واللي قام بها الارمن، واللي كانت حادثه تاريخيه مهمه جدا ادت بصناعه فيلم متميز جدا. اخرجه مراسل صحفي في المقام الاول، او مراسل حربي، هو اللي اخرج الفيلم في اول عمل او تجربه روائيه ليه. ادار الندوه الدكتوره سوسن حسن زكي بحضور كل من مخرج الفيلم وحيد مصطفى، والمنتج اجاف شاهين، والسفير الاذربيجاني شاهين عبد الله. برضه كان في اسئله كتيره جدا عن الفيلم وطبيعته، وعن اسباب اختيار المخرج للمأساة خوجالي التي ذهب ضحاياها المئات في اذربيجان عقب احتلال الارمن لتلك المنطقه. قال ان كان في كتير جدا من الجراح اللي كان حابب ان هو ينقلها من خلال الفيلم عشان يوري المعاناة اللي عدى فيها اهل هذه المنطقة. الفيلم طابعه مأساوي جدا، ولكنه ايضا بيدي خلفية تاريخية مهمة جدا عن مرحلة ايضا مهمة جدا في هذا التاريخ. وجه احد الحاضرين النقد الى الفيلم، قال ان كان في خروجا عن تعليم الدين الاسلامي الذي يعتنقه اغلب الاذربيجانيين، زي مثلا وجود الخمر خلال احداث الفيلم، وايضا ان كان في مشهد لقبلة من بطلي الفيلم. ليرد مخرج الفيلم مرددا الشهادتين ويقول: انا مسلم اصلي واتبع تعليم ديني وكذلك عائلتي، مضيفا انه في فيلمه اراد ان يقدم الحقيقه والواقع. طبعا زي ما قلنا تاني ده بيرجع لخلفيته كمراسل صحفي بالمقام الاول. وبيقول ان القبله بين البطلين كانت قبل زفافهما مباشره، كما انه غير المنطقي ان تصبح مثل السينما الايرانيه التي تظهر كل النساء بها محجبات وهم يراعون شروط الدين، لكنهم لا يقدمون واقع المجتمع الإيراني. واضح انها كانت ندوة ساخنة جدا. دي كانت أهم الأخبار اللي من خلال مجلة بانوراما. أكيد كان عندنا أخبار تانية كتيرة، لكن هنبقى معانا بعد شوية مجموعة زي ما قلنا تاني من أهم نجوم الندوات ونجوم الأفلام اللي عرضت النهاردة. فيلا بقى نروح على طول لفاصل، وهنرجع تاني مع الناقدة الأستاذة نعمة الله حسين، واللي هتدينا زي ما بيقولوا كده ملخص عام عن أهم أحداث اليوم من خلال استوديو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي على نايل سينما من قلب الأوبرا المصرية. خليكم معنا. تقيم إدارة المهرجان في الدورة 35 تظاهرة بعنوان الثورة العربية في السينما،
تشارك فيها 5 أفلام، 4 أفلام عربية وفيلم فرنسي، حيث تشارك مصر بفيلمين هما عيون الحرية، شارع الموت للأخوين رمضان وأحمد صلاح بسيوني، والفيلم تدور أحداثه حول معركة شارع محمد محمود في 18 نوفمبر 2011، والتي كانت الخط الفاصل بين أن ينكسر المواطن ويعود لسابق عهده مهدر الكرامة، أو ينتصر لكرامته ويدافع عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. كما يشارك من مصر أيضا فيلم الطريق إلى ميدان التحرير لعمرو حسين عبد الغني، والفيلم يمثل رحلة البحث في جذور الثورة المصرية، خاصة في صفوف الحركة العمالية المصرية. وتشارك تونس بفيلم الثورة تتكلم للمخرج كريم يعقوبي. أما فرنسا فتشارك بفيلم البحرين غارقة في بلد ممنوع للمخرج ستيفاني لاموري، وتدور أحداثه حول الشعب البحريني الذي يتطلع إلى الحرية والديمقراطية التي حققها كل من الشعب المصري والتونسي. ورجعنا تاني واستوديو مهرجان القاهرة السينمائي على الهواء مباشرة من نايل سينما قناة المهرجان، وبنبدأ على طول. وكالعادة أول فقرة معانا بتكون دايما لقاء مع أحد القائمين على المهرجان عشان يدينا فكرة عامة عن اللي حصل في خلال اليوم، ونواجهه بكل التساؤلات اللي عند حضراتكم وعند حضور المهرجان وعند الصحافة الفنية. النهارده بيسعدنا أن يكون معانا الأستاذة الكاتبة نعمة الله حسين، عضو المكتب الفني واللجنة العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. مساء الخير. مساء النور. أولا بشكل عام الدورة احنا خلاص فاضل يوم تقريبا ويبقى الختام. الدورة لحد دلوقتي ومستوى العروض ومستوى الافلام، وحضرتك كمان مسؤول عن الندوات، ايه الاخبار الى الان؟ اعتقد ان الافلام مستواها جيد، انه فيها تنوع، انه في انتاج حديث للسينما العالميه موجود. حاولنا نختار افضل ما قدم لينا. بشكل عام تجربه ان الاوبرا تكون هي مقر للمهرجان كانت تجربه ناجحه وسريه. فكره المكان الواحد دي فرقت طبعا. فكره ايوه. ورغم ذلك انا هقول انه ما زال جمهورنا المصري ما بيقبلش على الافلام زي ما احنا كنا متوقعين. رغم ان الطلبه الباب اتفتح مجانا للطلبه، للنقابات الفنيه ازيدت لبعض النقابات. يمكن في نوع من يمكن نتيجة لأحداث البلد إنه ما فيش مواكبة لأحداث المهرجان بشكل كبير، لكن الأوبرا شكلها يفرح إن كل الفعاليات فيها. الأجانب فرحانين جدا جدا إنه في مكان دلوقتي بيقدروا يجوا فيه يقعدوا فيه من الصبح بالليل يشوفوا كل فعاليات المهرجان. ثانية عايز الندوات. أكيد الندوات اللي كان فيه كلام كتير جدا عن ندوات بعضها لم يكون بيبدأ في ميعاده وبعضها تم إلغائه بدون سابق إنذار. لا مفيش ندوة ما ابتدتش في ميعادها. حتى الندوات كانت محسوبة بدقة شديدة جدا، والندوات اللي كنا بنكتشف إن الفيلم طويل كنا بننقله في المجلس الأعلى للثقافة. حصل ده مع بعض الأفلام زي فيلم مملكة النمل. موعد كيرونا برضو كان موعد كيرونا دوت المخرج للأسف ما جاش.
جاش. يعني عدد قليل من المخرجين ما جوش منهم. هل المركز الصحفي او الاعلامي بلغ رواد او الصحفيين في المهرجان؟ طبعا احنا ما فيش ندوه بتتلغي من غير ما بنقول للصحفيين. بس انا ليا عتاب على الزملاء الصحفيين ان هم اوقات ما بيتابعوش وما بيقروش، يعني ما بيعرفوش ايه الجديد. بيعتمد انه عنده معلومه اوليه وان المعلومه دي مش قابله انها للتغيير. يعني مثلا لما مطار سوريا يتقفل وتشوف ما تسافرش او تشوف ما تجيش، ده ظرف طارئ خارج عن ما اقدرش الوم اداره المهرجان، ما تقدرش تلومنا. لما الامن يمنع الايرانيين، الوفد الايراني ما يدلوش تاشيرات ومن الدخول، انا حاطه في جدولي انه فيلم ايراني هيتعرض وفي ندوه، كون الايرانيين ما نجوش ما تقدرش تلومني انا كاداره مهرجان. طب فيلم حكايه الطفوله مثلا، ده انتاج فرنسي مغربي مشترك وكان برضو في نفس المشكله كان ندوته. ما في حاجات كتيره بتبقى خارجه عن ارادتنا. كون ضيف ما جاش، كون ضيف اعتذر. فيلم باكستاني برضو كان نفس القصه، تكلم يعني في كذا طبعا في ضيف بيعتذر في اخر وقت، وفي ضيف بيجي متاخر، وفي ضيف بيغير التذكره على مزاجه. يعني بيربك لنا المواعيد. فاحنا حاطين جدول. مسألة عدم تنسيق من الادارات، يعني مثلا الاداره ما بين الحجوزات وما بين الاداره الصحفيه وما بين اداره الندوات خالص. انا امبارح كنت بقول لهم احنا بنشتغل في المهرجان زي نظريه الاواني المستطرقه، كله بيصب في بعضه. يعني اللي مهتم بالندوات بيشوف حركه الافلام، بيتابع مع الضيوف، بنقعد كلنا مع بعض. ما فيش حد فينا بيقول ده شغلي وده شغل غيري، كلنا بنشتغل مجموعه متكامله بتكمل بعض. فما فيش مش عدم تنسيق، كل الظروف فعلا خارجه عن ارادتنا، ودي وارده وبتحصل في اي مهرجان. هل تقاطع مهرجان القاهره في موعده مع المهرجانات العربيه الاخرى زي مراكش اللي بيبدا بعديه تقريبا بيوم مباشره وغيرها، هل ممكن يكون برضو بيأثر على الحضور وعلى نسبه المشاركه وبيلخبط الدنيا برضو؟ انا عايزه اقول لك دي دوره استثنائيه جدا طبعا، ورغم ذلك الاقبال عليها ما شاء الله ما حصلش فيه تاثير لا بمراكش. دبي يعني انا بحيي القائمين على مهرجان دبي، لانه في اجتماع لجان المهرجانات قبل حاولنا نعمل تنسيق مع كل المهرجانات. دبي بيحترم مهرجان القاهرة وبيبتدي بعدينا بيوم تقريبا، بيبقى فيه فاصل زمني يوم، وبقاله سنوات بيسير على المنوال ده. مهرجان مراكش هقول لك ده مهرجان قائم بذاته خالص، مهرجان مهم، لكن انا بقول ده مهرجان بيعملوا فرنساويين على ارض المغرب، مش هجوم على المهرجان، لكنه ملوش دعوه باي تنسيق. حتى في اجتماعات رؤساء المهرجانات العربيه في اي حاجه، مش مهرجان هو قائم بذاته. ما هو منفصل تماما. في اخر المشكله الميعاد، يعني هو لا هو منفصل تماما بسبب مديره عن المهرجانات العربيه. هو ما بيحطش قدامه غير مهرجان مراكش وبس، بصرف النظر عن اي مهرجان تاني. طيب نتكلم بقى بشكل عام عن موضوع السينما الايرانيه اللي هي بتحضر السنه دي لاول مره بعد غياب طويل جدا عن مهرجان القاهره السينمائي الدولي بسبب طبيعه الظروف اللي كان فيها اضطراب وكان فيها مشاكل كتيره جدا. بشكل عام السينما الإيرانية مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي عاملة ازاي السنة دي؟ غياب الوفد أثر ازاي في هذه المشاركة؟ والسيد الحياة الخاصة للسيد والسيدة أم كان استقباله ازاي النهاردة في المهرجان؟ أولا السينما الإيرانية استقبلت بحفاوة شديدة جدا، لأنها سينما كانت غايبة عننا سنين طويلة، وهي سينما وهي سينما جيدة جدا وراقية جدا وبتحقق جوائز في مهرجانات عديدة. أنا بقول عيب إن الوفد الإيراني ما جاش، لأنه يعني في رئيس الجمهورية راح، وفي وفد مصري كان لسه قريب بيضم أعضاء من النقابات الفنية كانوا في إيران، وإيران احتفت بيهم، فما لهاش معنى إنه ما يدوش مخرجين ولا فنانين إيرانيين تأشيرة ان هم يدخلوا مصر. الحاجة التانية انه حتى المعارضة الإيرانية في مهرجانات بره بتقابل بحفاوة شديدة، وعادة إيران اللي بتمنع خروجهم، مش الدول اللي هي حتى معادية او حتى إيران في إطار دول عدائية بتستقبل الفنانين. فأنا ده موقف يعني حقيقي محزن جدا. الفيلم استقبال جيد جدا، وعلى العموم احنا اذا كان في فنانين مجوش احنا نقلنا لهم كل تحيتنا واعتذارنا اللي خارج عن ارادتنا، ومش هقول احنا
المهم ان شفنا العمل الفني ونتمنى حضورهم اكيد العام القادم. شفنا العمل الفني وافتقدنا حضور المخرجين دول. نتمنى ان شاء الله ان يكون وان شاء الله السنه الجايه فعلي نتمنى يكون فيها سعه افق اكتر بحضور المخرجين الايرانيين باذن الله. بالمناسبه اتفضل يا فندم. لما بنتكلم عن الحكومات واجهزه الامن والحاجات دي، انا واحنا هنا في نايل سينما انا بعت بشده على القنصل المصري في تونس، لانه رفض يدي كريم يعقوبي مخرج فيلم حديث ثوره مشارك في المهرجان وفي برنامج الثورات، رفض يديله تأشيرة بحجة ان مصر مش مستقرة. انا بقول عيب اذا كانت الاجانب تحدت سفاراتها اللي كانت بتحذرهم من المجيء وجم غصب عن امر السفارات دي، فعيب لما سفارة مصرية في دولة عربية تمنع مخرج من الحضور. ملاحظة حضرتك أكيد اتخذت في الاعتبار وأكيد هتتنقل للمعنيين بالأمر. أستاذ نعمة الله حسين، احنا بنشكرك شكرا جزيلا. هنكمل كلامنا أكيد عن أقسام كتيرة جدا في المهرجان، وأكيد هنكون مع حضرتك تاني على مدار اليوم. وأنا أشكرك. كان الكلام في ختام الحوار على السينما الإيرانية، ومن السينما الإيرانية هنروح على السينما الفلسطينية والسينما الأردنية، والاثنين بيقدموا إنتاج مشترك مهم جدا، وهو لما شفتك، واحد من أهم الأفلام اللي اتعرضت من خلال الدورة. بعد الفاصل على طول هيكون معانا أسرة هذا العمل السينمائي المتميز، وهنتكلم أيضا بشكل عام عن حال السينما الأردنية وأكيد السينما الفلسطينية. خليكم معانا بعد الفاصل. استوديو مهرجان القاهرة من قناة المهرجان نايل سينما، خليكم معانا.